أهلا وسهلا بيكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحضر مع بعضنا بيتزا ترانش بأسهل وأبن طريقة. باش نحضروا صوص بيتزا. العجينة زادة باش تكون من غير حليب، تجيكم طرية تعمل 66 كيف. يلا تابعوني شوفوا مع بعضنا طريقة تحضير غوصتنا إن شاء الله لليوم. نبداو بسم الله. اول حاجه باش نحضروها هي عجينه البيتزا، باش تكون فيها مغرفه صغيره سكر، ساشي خميره خبز 10 غرامات، شويه ماء دافي نخليهم يتفاعلوا مده 5 دقائق، وبعد باش نزيدوا عليهم 500 غرام فرينه. باش نستعملوا طبق الكحل نتاع الفور العادي. فوالا باش نزيدوا عليهم مغرفه صغيره اكليل وزعتر مرحيين يبنوا على الاخر العجينه نتاع البيتزا، مغرفه صغيره ملح، نزيدوا عليهم 3 مغارف نتاع ماكله زيت زيتونه، واذا كان مش متوفر عندكم تعملوا زيت نباتي كيف ما يقلقش. توا باش نلموا العجينه نتاعنا بالماء الدافي. لهنا على 500 غرام استعملت 250 مليلتر ماء دافي، وبالطبيعه انتم ونوعيه الفرينه اللي باش تستعملوها قداش تشرب لكم ماء دافي. ليسونسيال تتحصلوا على العجينه هكا متماسكه وتعمل كيف. باش نعجنوها بيدينا على قليله مده 7 دقائق. من عجناها توا بالباهي كيما تشوفوا طريقه تعمل كيف. خذينا البول حطينا شويه زيت من اللوطه باش ندهنوها بشويه زيت من فوق. هذه تعتمدوها ماذا بيكم باش هكا كي تنحيوا الخطا والا البابي سيلوفان من فوق ما تلقاوهاش شدت في البابي ولا اللي هو. دونك هكا تشوفوا من بعد تلقاوها انتاكت مع البابي ولا مع الخطا باش تحطوه. سكروا عليها مليح ونخليوها على قليله نصيف ساعه ونرجعوا لها. توا كما تشوفوا خليتها سويعه على الحقيقه ما شاء الله، طلعت بالباهي تعمل كيف تشوفوا. نحيت البابي سيلوفان بكل سهوله ما شدش بالكل في العجينه. توا نديكازيوها نحيوها الهواء الكل، نعملوا لها عجنه صغيره. هلا تنجموا تحطوها كيما هي على طبق الفور وتحلوها بيديكم بالباهي. كيما تستعملوا القلقال تحلوها مع مربعه معناها، وماذا بيكم تبدا جويده ماهيش خشينه، خاطر هي راهي باش تتضاعف السمك نتاعها في الفور. ناخذ توا طبق الفور حطيت عليه البابي كويسون. اذا كان مش موجود عندكم بابي كويسون تدهنوا الطبق بالزيت وشويه فرينه معناها عادي ما يقلقش. توا بعد ما حطيتها بالقلقال استويتها بالكدا باش نغطيها بالمنشفه نتاع كوجينه بالمنديله حسيلو حاجه نظيفه وتخليوها على قليله 15 دقيقه لين هكا تخمر، تزيد تخمر شويه. اونتر طون باش نحضروا صوص بيتزا. باش ناخذوا كاسرونه شويه زيت زيتونه. ماذا بيكم في لي صوص بيتزا ما تكثروش من الزيت، هكا مقدار مغرفتين با بلوس باش ما تجيكمش مزيته. ناخذوا 4 كعبات طماطم مرحيين نقليوهم شويه مع الزيت. باش نزيدوا مقدار هكا كاس صغير ماء، وباش نفوحهم بمغرفه صغيره حباق، مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه كبيره كليل وزعتر وشويه ملح. ما نكثروش في الفحات في الصوص بيتزا باش تجينا بنينه وفاوحه. ماذا بينا نكثروا من الحباق. البازيليك هكا يبدا شيح والكليل وزعتر مرحيين. نرجعوا توا للعجينه نتاعنا كما تشوفوا هكا زيت خمرت. ناخذوا فرشيطه نقبوها هكا باش ما تنفش وتطلع في الفور. نحطوا الفور نتاعنا على 180 درجه من الفوق ومن اللوطه يسخن. نحطوا توا الصوص بيتزا اللي حضرناها الكل. ماذا بيكم في البيتزا ترانش تحطوا بزايد صوص، ما تحطوهاش معناها قد ماذا بيكم تزودوا، خاطر هي من الانواع نتاع البيتزا اللي تحب الصوص معناها برشا.
باش نحطوا جبن. هذا حبيت نوريهولكم خاطر فما مرات سالتوني على الجبن اللي نحطوا، نوعيه جبن نحطوا اللي يبدا يتلستك والكل. هو الموتزاريلا العربي، كسوا تاخذوها كعبوره كي من هذه من الكرون سيرفاس مونوبري ولا اللي هو، والا تاخذوها معناها من اللي يبيعوا التوابل والكل، تلقى عندهم جبونات الكل ما شاء الله، ولا اللبان تاخذ الموتزاريلا العربي يبداو بالميزان معناها رابي حاضره. توا نبرشوها فوق البيتزا الكل، وحطيت 4 فروماج زاده تبنن على الاخر البيتزا نتاعنا، واللي بقى هكا فتفتو من الفوق. شويه بازيليك شايح يزيدها بنه على بنه. حطوها توا في الفور، وهذه النتيجه ما شاء الله ريحتها فيوحه، جيت تعمل 66 كيف طريه تهبل. نزيدوها توا التن من فوق نشخشخوها. البصل والفلفل الاخضر مقصوصين هكا جويدين يعطيوها بنه مش نورمال، سورتو البصل اللي يبننها على الاخر. زيتون مقصوص، عظم هكا سمط كعب عظم هكا حطيت قصيتها دي رونديل كيما تشوفوا. تنجموا ترابيوها راهو من الفوق. هذوما كلهم دي زوبسيون، راهو تحطوا اللي تحبوا عليه وتنحيوا اللي تحبوا عليه. ليسونسيال في الصوص والعجينه نتاع البيتزا رشه معدنوس زاده ما نحكي لكمش. وهكا نتحصلوا على البيتزا نتاعنا الزمنيه هكا بيتزا ترانش كل ما يحبهاش تعمل الكيف قصيتها هكا وهي سخونه. هكا نكونوا كملنا الغوصات نتاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش كالعاده لايك على الفيديو، ابوني على اليوتيوب، نستنى لي كومنتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وبالشفاء.